مين الحالات اللي ما ينفعش تعمل شد فقرات؟ الحالات اللي ما ينفعش تعمل شد فقرات حالات كتيره قوي، وهما ما بيبقوش عارفين ان هما ما ينفعش ان هما يعملوا شد فقرات. اول حاجه الحالات اللي هما عندهم اكيوت تورتيكولوس، الحالات دول بيبقى عندهم شد في ناحيه واحده من عضلات رقبتهم، والشد ده مفاجئ ولسه اكيوت لسه جديد ما بقالوش فتره. الحالات دي ما ينفعش تعمل شد فقرات. وكمان الحالات اللي عندهم اورتيك انيوريزم، عندهم تمدد في الشريان الاورطي، دول ما ينفعش يعملوا. كمان الحالات اللي عندها قرح في معدتها لسه ما اتعالجتش، وحالات الديسكايتس اللي هم عندهم التهاب في الغضروف نفسه. وكمان لو عمرك فوق ال60، ولو عندك هشاشة عظام ممنوع، ولو عندك اي نوع من انواع الاورام برضو ما ينفعش، ولو حامل ما ينفعش. سواء شد الفقرات كان على رقبتك او على ظهرك، الاتنين ممنوع. وكمان لو ضغطك عالي مش بينزل، او لو يوم الجلسه ضغطك عالي، فما ينفعش وقتها تعمل الجلسه. الحالات اللي عندها اي نوع من انواع الفتاء برضو ما ينفعش. وفي حالات بيبقى عندها انستابيليتي في الاربطه اللي بتحوط العمود الفقري من قدام ومن ورا، اللي هي بتحوط الغضروف وبتخليه مكانه. الحالات دي ما ينفعش تعمل شد فقرات، والحالات دي كتيره جدا وما بيبقوش عارفين ان هم عندهم انستابيليتي. وبرضو الحالات اللي عندها سيفير انكزايتي، الحالات اللي بتخاف جدا وبتتوتر وبتبقى قلقانه بشكل كبير قوي، دي ما ينفعش تطلع على الجهاز. وبرده حالات المايلوباسي والفايبروميالجيا ما ينفعش. الحالات اللي عندها فيرتبرال بازلر ارتري انسفشنسي، الحالات اللي هي الدم ما بيوصلش عندها للمخ كويس، والحالات دي بتدوخ كتير جدا، فما ينفعش انها تعمل شد فقرات. والحالات اللي عندها غضاريف بدرجات كبيره دي كمان ما ينفعش. وحالات ريستريكتيف لانج ديزيز، الحالات اللي بيبقى عندها تليف في الرئه وعندها امراض في الرئه برده ما ينفعش. واخر حاجه الحالات اللي عندها اوستيومالايتس، اللي هم بيبقى عندهم التهاب وتورم في العظم نفسه، دول كمان ما ينفعش. ركزوا كويس قوي في الحاجات اللي انا قلتها، ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.